بيبدأ الفيلم في باريس بقاتل محترف اسمه جون، وهو بيراقب الفندق اللي هينزل فيه الشخص المطلوب منه يقتله، وبيكون القاتل موجود في شقة قصاد الغرفة اللي هينزل فيها الشخص ده. وبيبدأ جون يومه بيمارس اليوجا وكمان بيسمع مزيكا، وبعدها بينزل من الشقة بيشتري فطار، وبعدين بيتصل بالمحامي اللي كلفه بالمهمة واللي بيكون اسمه مايكل. وبيقول جون للمحامي انه بقاله 5 أيام مستني الشخص اللي هيقتله، لكنه لسه لحد دلوقتي موصلش الفندق، وانه هيستنى لتاني يوم بس، ولو الشخص اللي هيقتله موصلش هينهي المهمة. وبعدها جون بيكسر التليفون اللي بيتكلم منه وبيرميه في الشارع، وبعدها بيرجع جون شقته وبيكمل مراقبة الفندق. وبالليل بيوصل الشخص اللي هيقتله، وبيظهر انه رجل اعمال كبير، فبيجهز جون بندقيته وبيصوبها ناحية الأوضة اللي موجود فيها رجل الأعمال، وبيكون رجل الأعمال ده معاه واحدة من بنات الليل، فبيصوب القاتل بندقيته على رجل الأعمال وبيركز جدا وبيهدي أعصابه عشان يقدر يصيب الهدف. وبالرغم من كل ده جون بيخطئ الهدف وبيقتل البنت اللي كانت مع رجل الأعمال، فبيتصدم جون من اللي حصل، لكنه بيتحرك بسرعة وبيلم كل حاجته وبيهرب من المكان بسرعة قبل ما الحرس الخاص برجل الأعمال يحددوا مكانه. وبينزل القاتل الشارع وبيسرق موتوسيكل وبيهرب بسرعة في شوارع باريس، وبعدها بيروح لبنزينة وبيستخدم الحمام بتاعها وبيتخلص من هدومه، وكمان بيحلق دقنه وبيلبس هدوم جديدة عشان محدش يتعرف عليه. وبعدها بيركب تاكسي وبيروح المطار عشان يسافر ويسيب فرنسا. وفي المطار بيتصل بالمحامي مايكل وبيبلغه بكل اللي حصل، فبيتعصب عليه مايكل وبيقوله انه كده هيسبب لهم مشكلة كبيرة مع العميل اللي كلفه بالمهمة دي. لكن جون ما بيشغلش دماغه بكلام المحامي وبينهي المكالمة، وبعدها بيكسر التليفون وبيستخدم القاتل جواز سفر مزيف وبيحجز تذكرة طيران. وأثناء ما هو بيحجز التذكرة بيلاحظ إن في شخص في شباك التذاكر اللي جنبه مركز معاه، وما بيكونش مرتاح للشخص ده وبيشك إن الشخص ده بيراقبه. وبعد ما بيحجز التذكرة بيشوف نفس الشخص موجود في صالة الانتظار، فبيقرر إنه يفوت الرحلة وما يركبش الطيارة، وبيقضي الليلة في الفندق الخاص بالمطار عشان تاني يوم يركب طيارة تانية. وفي أوضته في الفندق بيحط القاتل كوباية على مقبض باب الأوضة وبيحط تحت منها الصينية اللي كان عليها الأكل، وده عشان لو حد اقتحم عليه الأوضة يحس أول ما الباب يتفتح. وبعدها بيقعد جون على الكرسي وبيمسك سكينة وبيحطها جنبه وبيكون مستعد لأي حد يهجم عليه. وتاني يوم القاتل بيركب الطيارة المتجهة للبلد اللي هو عايش فيها، وبمجرد ما بيوصل القاتل لبلده بيركب عربيته واللي بتكون موجودة في الجراج الخاص بالمطار، وبعدها بيتجه لبيته اللي بيكون موجود في غابة من الغابات البعيدة عن المدينة. وأول ما بيوصل بيته بيشوف أثر أقدام عند البوابة الرئيسية للبيت، فبيفهم إن في حد اقتحم البيت وبينزل من عربيته بسرعة وبيطلع مسدسه وبيمشي ورا آثار الأقدام لحد ما بيدخل بيته. وجوه البيت بيشوف آثار دم كتير في كل مكان. وبعدها جون بيروح على المستشفى اللي موجودة في المدينة، وهناك بيقابل شخص اسمه ماركوس، وبنعرف إن ماركوس ده يبقى أخو نيفين خطيبة القاتل واللي كانت موجودة في بيت جون أثناء سفره. وبيظهر إن نيفين اتصابت إصابات خطيرة جدا، وبيحكي ماركوس لجون إن نيفين تم الاعتداء عليها وإن هو قدر يشوف الاتنين اللي هجموا على أخته نيفين، وبيقوله إن الاتنين دول كانوا راجل وست. وبيوصف له ماركوس شكلهم وبيقوله إن الراجل كان ضخم وشكله شرس والست رفيعة وشعرها أبيض، وبيقوله إنه هو شافهم وهم بيركبوا تاكسي لونه أخضر كان مستنيهم قدام البيت، فبيهديه جون وبيقسم له إنه هينتقم لنيفين من اللي هم عملوه فيها. وبعدها بتفوق نيفين وبتحكي لجون على اللي حصل، وبتقوله إن الاتنين اللي هجموا عليها في البيت كانوا جايين عشان يقتلوه هو، وإنهم حاولوا يعرفوا منها مكانه فين، فبيطلب منها جون إنها تنام عشان محتاجة ترتاح. وبعدها بيرجع على بيته وبيحفر حفرة كبيرة في الحديقة الخاصة بالبيت، وبيكون عاوز يوصل لخزنة كبيرة واللي بيكون موجود فيها مجموعة من الأسلحة المختلفة وجوازات سفر مزورة وتليفونات. وتاني يوم بيلم جون حاجته كلها وبيحطها في شنطته، وبعدها بيركب عربيته وبيمشي في المدينة وبيدور على التاكسيات اللي لونها أخضر، وبيقدر يوصل لعدد من التاكسيات اللي لونها أخضر في المدينة وبيعرف اسم الشركة اللي مشغلاهم. وبالليل بيروح جون على مقر شركة التاكسيات دي وبيقدر يخدع فرد الأمن وبيخليه يفتح له باب الشركة، وبمجرد ما فرد الأمن بيفتح له الباب بيقتحم المكان وبيضرب فرد الأمن وبيكتفه. وبعدها بيدخل على قاعدة البيانات الخاصة بالشركة، ومن خلال سجل الرحلات بيقدر يحدد رقم التاكسي اللي كان عند بيته يوم الحادثة. وبعدها بيطلع الملفات الخاصة بكل السواقين الموجودين في الشركة، وبيعرف إن السواق اللي كان سايق التاكسي يومها اسمه ليو ودايما بيكون موجود قدام المطار. وتاني يوم القاتل بيروح على
المطار وبيقابل ليو وبيركب معاه التاكسي كأنه مواطن عادي، وبمجرد ما بيركب التاكسي بيطلع مسدسه وبيهدده وبيطلب منه يحكي له عن الناس اللي هو وصلهم لبيته في الغابة. فالسواق بيقول له انه يومها كان واقف قدام المطار وجاله راجل ضخم شكله مخيف ومع واحدة ست أكبر منه في السن وكانت رفيعة وشعرها أبيض، وبيحكي له انهم وروا له عنوان البيت اللي في الغابة على الGPS. فراح بيهم على هناك وطلبوا منه يستناهم عشان هيرجعوا المطار تاني، وبيقول له كمان ان الراجل والست دول دخلوا البيت وفضلوا جوه حوالي ساعة تقريبا، وبعدها خرجوا من البيت وركبوا معاه ورجع بيهم تاني على المطار. وبعد السواق ما خلص كلامه جون ضربه بطلقة في دماغه وموته، وبيفهم هنا ان اللي ورا كل ده هو المحامي مايكل، وان هو اللي بعت الاتنين دول عشان يخلصوا منه لانه فشل في مهمته. فبيقرر انه يسافر ولاية لويزيانا في امريكا، وهناك بيأجر شاحنة وبيشتري معدات معينة، وبعدها بيتنكر في هيئة عامل نظافة وبيدخل مكتب المحامي مايكل من غير ما حد ياخد باله منه، وبيقتحم مكتب السكرتيرة وبيدخل بيها على مايكل في مكتبه، وبعدها بيخليها تكتف نفسها في الحمام. وبيطلع جون شنطة المعدات وبياخد منها مسدس إطلاق المسامير وبيضرب المحامي ب3 مسامير في صدره، وبيقوله انه قدامه دقايق ويموت، وبيطلب منه يقوله على اسامي الاتنين القتلة اللي هو بعتهم، وده في مقابل انه هيطلب له الاسعاف وينقذه من الموت. لكن جون بيتفاجئ ان مايكل بيموت قبل ما يعرف منه اي حاجة، وبتتصدم السكرتيرة من اللي حصل، وبمجرد ما بيقرب منها جون بتقوله انها عارفة انه هيقتلها واكيد هيخفي جثتها ومحدش هيعرف يوصل لها، فبتطلب منه انه يخلي حادثة موتها تبان كأنها نتيجة عملية سطو مسلح على البيت، وبلاش يتخلص من جثتها عشان اولادها يستفادوا بمبلغ التأمين على حياتها، وده في مقابل ان هي تساعده انه يعرف الاتنين اللي كلفهم المحامي بقتله. فبيوافق على العرض ده، وبعدها بيحط جثة مايكل المحامي في الصندوق اللي كان داخل بيه الشركة، وبيخرج هو والسكرتيرة من الشركة وبيروح معاها على بيتها، وهناك بيكتشف القاتل ان عندها نسخة من كل الملفات اللي موجودة في مكتب مايكل، وبيعرف ان الراجل الضخم اللي هجم عليه في بيته اسمه الوحش، وانه عايش في فلوريدا، وانه الست اللي كانت معاه اسمها الخبرة وعايشة في نيويورك. وبعد ما بياخد الاوراق اللي فيها العناوين بيقتل السكرتيرة، لكنه ما بيتخلصش من جثتها زي ما اتفق معاها. وبعدها جون بيروح لمكان بعيد وبيتخلص من جثة مايكل وبينظف الشاحنة كويس جدا، وبيشيل من عليها لوحة الارقام المزيفة اللي كان مركبها عليها، وبعدها بيرجعها للشركة اللي كان مأجرها منها. وتاني يوم بيستخدم بطاقة هوية مزيفة وبيأجر عربية وبيسافر بيها لولاية فلوريدا عشان ينتقم من القاتل المأجور اللي اسمه الوحش. وبمجرد ما بيوصل لفلوريدا بيروح على عنوان بيت الوحش وبيشوفه هو مع 2 من اصحابه، وبيلاحظ ان الوحش معاه كلب من نوع شرس جدا، وبيرجع يراقب بيت الوحش طول اليوم. وبالليل جون بيشوف الوحش وهو بيودع صحابه، وده معناه ان الوحش هيكون لوحده في البيت. فبينزل جون من عربيته وبيقرب من البيت وبيرمي قطعة من اللحمة اللي حط فيها المنوم للكلب، وبيستنى شوية وقت لحد ما مفعول المنوم يشتغل والكلب ينام، وبعدها بيطلع مسدسه وبيتسلل لبيت الوحش وبيدور عليه. وفجأة الوحش بيهجم على جون وبيقع منه مسدسه، وبتقوم بينهم معركة شرسة، وبيظهر انهم هما الاتنين عندهم مهارات عالية جدا، وبيفضلوا يضربوا في بعض بقوة لحد ما بيقدر جون انه يطعن الوحش في رجله، فبيضربوا الوحش ضربة جامدة بتوقعه على الارض، وبيروح يطلع المسدس بتاعه عشان يقتله. فبيستخبى منه جون بسرعة جوه المطبخ، وبيدخل الوحش وراه عشان يقتله. فجون بيستخدم ذكائه وبيقدر يستدرج الوحش وراه، وبيبدأ يهرب منه جوه البيت لحد ما بيوصل للمسدس بتاعه، وبيمسكه وبيضرب الوحش بالنار وبيموته. وبيصحى الكلب من نومه على صوت ضرب النار، فبيجري الكلب على صاحبه، وبمجرد ما بيشوفه وهو ميت على الارض بيجري ورا جون، فبيجري منه جون بكل سرعته لحد ما بيخرج من البيت وبيقفل عليه باب السور اللي قدام البيت. وبعدها بيطلع ازازة الخمرة اللي هو اشتراها وبيكون عاملها قنبلة مولوتوف، وبيولع فيها وبيرميها على البيت، والنار بتمسك في البيت كله وبتحرقه بالكامل. وتاني يوم جون بيستخدم جواز سفر مزيف وبيسافر على نيويورك، وده عشان يقتل القاتلة المأجورة المعروفة باسم الخبرة. وبمجرد ما بيوصل هناك بيروح عند بيت الخبرة وبيفضل يراقب البيت طول اليوم، وبيجي الليل وبيشوف الخبرة وهي بتركب عربيتها وبتمشي من قدام البيت، فبيمشي وراها بعربيته وبيشوفها وهي بتدخل مطعم، وبعدها بيدخل وراها وبيقعد قدامها وهي بتاكل. وبتعرف الخبرة ان جون جاي عشان يقتلها، فبتستسلم لمصيرها وبتطلب منه يسمح لها تخلص العشاء الاول، فبيوافق جون. وبعد ما بتخلص الخبرة العشاء بياخدها وبيخرج بيها من المطعم، وبيروحوا على مكان مهجور، والخبرة بتمثل انها فقدت توازنها ووقعت على الارض، وبتمد له ايديها عشان يساعدها انها تقف على رجليها، لكن جون بيرفض يساعدها وبيضربها بالنار في
في دماغها وبيقتلها، وبياخد باله إنها كانت مخبية في إيديها سكينة عشان تقتله، وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا رأيكم في الكومنتات. باي.